عزيزة بنت فقيرة محلتهاش أي حاجة، عايشة في قرية من قرى دلتا مصر، وعشان فقيرة فكانت بتشتغل في أراضي الناس، لكن عدد الفقراء بالقرية أكتر بكتير من عدد أراضيها، فاشتغلت مع غيرها من الفلاحين الفقراء كعمال ترحيل، تتنقل من قرية لأي قرية تانية عايزة عمال، النفر ب6 قروش في اليوم. الكلام ده كان سنة 1950. في تنقلاتهم بين القرى كانوا بيناموا في الطل، لا بيت ولا عشة ولا حتى غطا يسترهم، ياكلوا مش وبصل ويبوسوا ايدهم ووش وظهر. اتجوزت عزيزة المعدمة من عبد الله المعدم، والاتنين اشتغلوا في الترحيل وخلفوا ولد وبنت. لكن البرهارسيا اللي ابتلي بيها المصريين انهكت كبد عبد الله، فهدت حيله وبقى مش قادر لا يشتغل ولا حتى يصلب طوله، فتولت عزيزة المسؤولية وبقت تشتغل في البيوت عشان تصرف على أولادها وجوزها. وفي يوم اشتاق عبد الله لزر بطاطا، فراحت عزيزة الغيط، كان لسه أصحابه حاصدين منه المحصول، وراحت تدور في الأرض على بواقي الجذور، وساعدها صاحب الأرض وهي بتدور، لكن في الحقيقة كانت عينه عليها وطمعان فيها. اتشنكلت رجل عزيزة فوقعت على الأرض واترمى فوقها صاحب الغيط، ولأن جوزها مريض وهي محرومة فانقادت للشيطان واستسلمت. أظهرت بعض المقاومة لكن ما كانتش مقاومتها كما ينبغي، كانت النتيجة إنها حملت سفاح، وعشان أهل القرية عارفين إن جوزها عيان ما يقدرش يخلف، حاولت بكل الطرق إنها تجهد نفسها وتتخلص من الجنين، لكنها فشلت في التخلص من عارها وربطت على بطنها حجر عشان ما يتفضحش أمرها. جه ناظر زراعة أرض قريبة عاوز عمال ترحيلة، فجمع له عرفة مقاول الأنفار العمال، وحاول عبد الله يركب اللوري معاهم، لكن عشان تعبان وقع وما قدرش يركب العربية، فمرضيوش ياخدوه وخدوا عزيزة معاهم، وفضل عبد الله في البيت مع العيال في البلد. اشتغلت عزيزة مع الانفار في الغيط، لكن بدأ يظهر عليها التعب والإرهاق بسبب الحمل، ولما جه ميعاد الولادة بعدت عن المكان اللي بيبات فيه الترحيلة ووضعت طفلها. أما نزل الطفل عيط فخافت تتفضح، ومن غير وعي حطت إيدها على بقه عشان تسكته، لكن العيل اتخنق ومات، فخافت وسابته وهربت. لقي الغفير عبد المطلب الطفل القتيل وبلغ الجميع، وحصلت ثورة في القرية، وبدأ الأهالي يدوروا على الخطية، وتوزعت الظنون والشكوك. فمسيح البشكاتب ظن إنها بنته ليندا، لأن الواد صفوت ابن الناظر الصايع كان بيحوم حواليها، وحمت شبهات حوالين نسوان القرية المبتذلات اللي دايرين على حل شعرهم وشباب القرية المرهقين، لكن في الآخر استقرت الشكوك على أن الخاطية من عمال الترحيلة. اكتشف عرفة إنها عزيزة، لكنه اتستر عليها، ووصل الخبر لأهل القرية فصاروا على الترحيلة ووصفوهم بأبشع الصفات. اطمن مسيح البشكاتب من ناحية بنته، لكن بعت شكوى للنائب العام، لكن محبوب البوسطجي خبى الجواب، وقرر أهل القرية يتستروا على عزيزة اللي أصيبت بحالة هستيرية وماتت بحمى النفاس. فرجع الأهالي جثتها لبلدها بالليل عشان تندفن هناك. وتحولت الشجرة اللي ولدت عندها عزيزة مولودها لمزار بيقصدوا الستات اللي عاوزين يخلفوا. وأثناء ده كله كان الناس بيتسألوا هل عزيزة كانت خاطية غسلت خطيئتها بموتها، ولا ضحية دفعتها الخطيئة لخطيئة أكبر. فيلم الحرام واحد من أجمل أفلام سيدة الشاشة فاتن حمامة، ومن أجمل أفلام الستينات، وهو من أفلام الأبيض والأسود، وتم عرضه في 3 مارس سنة 1965. تم عرض فيلم الحرام في مهرجان كان سنة 1965، وأثار إعجاب النقاد والمشاهدين، وتحدثت عنه أغلب الصحف، واحتل فيلم الحرام رقم 5 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم بطولة فاتن حمامة، عبد الله غيث، زكي رستم، حسن البارودي، عبد العليم خطاب، كوثر العسال، ومن إخراج هنري بركات، ومأخوذ عن قصة يوسف إدريس، واللي كتب السيناريو يوسف إدريس برضه، واشترك معاه سعد الدين وهبة. واتعرض في مهرجان كان سنة 1965، وتم ترشيحه لنيل جائزة السعفة الذهبية. تم تصوير جميع مناظر الفيلم في أماكنها الطبيعية. الفيلم مدته 105 دقايق، واتعرض في 3 مارس سنة 1965. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.